الخير، صباح السعادة جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. كل حماس زائد ولا تقل شغب. مفيش حاجة اسمها شغب. جمهور نادي الزمالك الكيوت القصة كلها ان هو بيحب ناديه زيادة. فحضرتك الموضوع انه بس هو يعني حماسه كان زيادة. شتم شتمتين 3 24 حماس. كسر الملعب حماس. مش يعني سوء تصرف ولا سوء اخلاق ولا اي حاجه، ده حماس. يعني ارجوكم فرقوا بين الحماس والعنف. ايه يعني كراسي الاستاد اتكسرت؟ ما تتكسر. ملعب ايه يعني؟ ملعب ايه؟ ما عادي ملعب بيصرف على الزمالك عادي يعني. فحضرتك ما هتقولش بقى ايه الكلام ده. هتقولي طب ما الاهلي شتم وتوقف ماتشين جمهور وخد تحذير انه يتكرر، مش عارف. اصل ده مش حماس. الحقيقه السباب اللي محدش سمعه خالص خالص الا لجنه ولا رابطه مش عارفه ايه اللي هي جايه بس عشان تكمل لنا يعني بوظان المنظومه اللي هي بايظه اصلا وفاسده اصلا. يعني منظومه ما يعلم بقى الا ربنا. لا كنا مستنيين كمان رابطه للانديه محترفه مشروع محترف. اوكي. فحضرتك قال لك لا من فضلكم ما حدش يقول الكلام ده على الزمالك. ده الزمالك ده جميل، مش على الجمهور كده. طيب اوكي. طب الناس دي هي الناس دي اللي عايزه تنظم كاس العالم والنبي يا جماعه. بس رجاء الاتحاد الدولي الناس دي كويسه بس تبعتوا لهم بس اللوائح. هو اصل الصفحه بتاعه الشغب دي اتقطعت من اللائحه بتاعه الاتحاد والحاجات دي. فارجوكم بتبعتوها لهم بس عشان لما نيجي نعمل الملف نبقى كاتبين فيه كلام كويس. او اقول لكم لا استنى احنا يا اتحاد يا دولي يا فيفا هنبعت لحضرتك، هنبعت لك اللوائح اللي احنا ماشيين عليها في الاتحاد المصري اللي هي ايه بقى؟ ان جمهور نادي الزمالك يعمل اللي هو عايزه ولا اي مشكله. ده حماس زايد. يا رب ينزل يكسر الملعب ويكسر اللاعبين ويكسر الحكام. حماس زايد. فحضرتك احنا ده يا ريت بس تحطوه كده. يعني ايه يعني؟ يا ريت تغيروا اللائحه عندكم في الاتحاد الدولي. ايه ده؟ ايه شغب ومش شغب والكلام الفارغ ده؟ فيا ريت حضراتكم تتعلموا من الساده الافاضل اللي عندنا، الاستاذ دياب والاستاذ عماد متعب والاستاذ ثروت والحاج عامر يجعله عامر وكده يعني. فارجوكم تعلموا من الناس اللي عندنا عشان هم دول اللي فاهمين لوائح اكتر منكم. فحضرتك يعني عادي جدا السباب في قناه الزمالك عادي، الجمهور يشتم ويضرب ويعمل ويكسر عادي. انا مش فاهمه الرساله دي انتوا عايزين توصلوها للجمهور. عايزين ايه يعني؟ انتوا عايزين ايه من الاخر؟ يعني بتوصلوا لجمهور النادي الاهلي بتصدروا لهم المشاكل ليه؟ بتصدروا لنا القصص دي ليه؟ عايزين ايه؟ عايزين توصلوا لايه؟ بتستفزوا الاهلي وجمهوره ليه؟ عشان لما انا بقول للناس ان الخطيب شايل كتير وشايل بلاوي عن النادي الاهلي، يعني في ناس تقول لي لا والاهلي مش عارفه طول عمره يقدر. لا الخطيب شايل كتير، شايل كتير جدا كمان. الخطيب فعلا خطير فعلا في انه فعلا قادر يتحمل كل الضغوط دي ولسه مكمل ولسه الاهلي مكمل ولسه النادي مكمل. فربنا يا رب ان شاء الله باذن الله يعدي بقى الفتره اللي احنا عايشينها دي على خير. احنا تعبنا جدا من المنظومه الرياضيه دي، منظومه ما يعلم بها الا ربنا. فاتمنى انا تعبت. انا ما بقاش نتكلم الا في الموضوع ده. لا والاجمل بقى يعني هو حضرتك رئيس الرابطه، حضرتك رايح انت مالك؟ هو ده دورك انك تروح ترجع مدرب وتتصور معاهم قبل ماتش الاهلي وتحمسهم؟ هو ده دور حضرتك؟ انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل ده. وزير يقعد مع فرجاني عشان يجدد للزمالك، ورئيس الرابطه يرجع المدرب ويروح يحمسهم قبل ماتش الاهلي عشان هو يقابلوا الاهلي الاهلي من قاره مثلا اوروبا مثلا ولا من قاره اسيا ولا من قاره افريقيا، فريق مش مصري. او هيقابل اسرائيل يعني يقدر حتى من من قاره افريقيا يمكن كانوا يعني يبقوا كويسين معاه. حضرتك ايه دورك حضرتك في موضوع زي ده؟ ومحدش بيحاسب الناس دي. اكيد محدش بيحاسبهم. هم لو عارفين ان هم هيتحاسبوا يعني عمرهم ما كانوا هيعملوا كده. يعني لله الامر من قبل ومن بعد. يعني لله الامر من قبل ومن بعد. قادر ربنا ان شاء الله يخلصنا من المنظومه الرياضيه دي في اسرع وقت. خلي الرياضه تنضف، خلي المنتخب يرجع يبقى منتخب، خلي الكوره ترجع تبقى كوره، خلي الجمهور يرجع يعني يبقى يعني رجعوا الاحترام بقى بين الجماهير لبعضها.